تعرف أن آية واحدة في القرآن سبقت كل الجهود المبذولة في سبيل حل النزاعات المختلفة بين الناس وتنظيم العلاقات بينهم، بدءا من جهود الفلاسفة وعلماء الاجتماع والباحثين، وانتهاء بالجمعيات والمجالس والهيئات الحكومية وغير الحكومية. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. هذه الآية الكريمة التي لا يقتصر معناها كما يعتقد الكثيرون على الوفاء والاعتراف بالجميل والفضل وحسب. الفضل هو الإحسان والمرتبة التي تفوق العدل. العدل كما هو معروف فرض واجب على كل مسلم، والإخلال به عليه حساب. لكن الفضل هو عملة الله في التعامل مع عباده، ولو عاملنا الله بعدله هلكنا. لذلك لم يفرض الله الفضل علينا، بل فرض العدل فقط، لكنه وصانا برفق وحثنا ورغبنا في الفضل. خذ مثلا قول الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. هذا عدل، لكنه سبحانه أرشد أهل القتيل إلى الفضل، وقال بعدها: إلا أن يصدقوا، يعني إلا إذا تنازل ورثة القتيل وعفوا عن الدية فإنها تسقط، وسماها الصدقة، وهذه التسمية فيها حث على العفو وتحبيب فيه. أيضا قوله تعالى في شأن الجنايات: والجروح قصاص، عدل، لكنه سبحانه بين الفضل هنا وأرشد إليه فقال: فمن تصدق به فهو كفارة له. فهذا ندب إلى الفضل وترغيب فيه. ومثل قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وغيرها من الآيات. يجب على المخطئ أن يعتذر، هذا هو العدل. لكن تخيل أن يبادر صاحب الحق بمد يد الصلح لمن أساء إليه. العدل أن ترد المعروف بالمعروف، لكن كيف إذا رددت الإساءة أيضا بالمعروف؟ كيف إذا قابلت الإهمال بالاهتمام، وقابلت القطع بالوصل، وقابلت البخل بالكرم؟ أليس في ذلك فضل لكثير من النزاعات وحل لكثير من المشكلات؟ العلاقات الإنسانية تحتاج إلى الفضل أكثر مما تحتاج إلى العدل. الحقوق والواجبات تضمن لك حياة مستقرة، لكنها لا تضمن لك حياة سعيدة. في الزواج مثلا عليك واجبات ولك حقوق. إذا قصرت زوجتك في أحد حقوقك مباشرة يسقط عنها أحد حقوقها. 1 زائد 1 يساوي 2، هذا هو تصور، لكنه ليس ما أمرك الله به. إنما الفضل مقام آخر به من التغافلات والتنازلات والتضحيات والإيثار على النفس ما به. بترك لك مساحة لتخيل الحياة بهذه الطريقة. إذا ما ترك كل ذي حق شيئا من حقه عطي بخاطر. نفس الأمر يمكن تطبيقه في الخلافات والنزاعات وفي شتى أشكال المعاملات البشرية. والفرق بين الفضل والعدل يوضح الفرق بين نظرة الله لعباده ونظرة العباد لبعضهم البعض. تخيل أن الله الذي خلقك وأنشأك وسواك إنسانا ورزقك وأنعم عليك بنعم إن حاولت عدها لن تحصيها. إذا عصيته بنعم، جوارحك، مالك، هذه نعم.